مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وعوده مره اخرى لدلتا مصر، ومعي ضيفي بيشرفني في الاستوديو العميد مهندس سامي رسلان الخبير الاستراتيجي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا. خلينا في الاول اخد يعني كلام توماس فريدمان الكاتب الامريكي الشهير. قال ان ثوره 30 يونيو كانت ثوره ضد طريق مسدود. طبعا الاخوان فعلا كانوا مدخلنا طريق مسدود، وان الحكومه المصريه الحاليه حكومه قويه على مستوى الخارجي والاقتصادي، ويجب على الاداره الامريكيه ان تدعم هذه الحكومه حتى تستقر الاوضاع في مصر، ولا تدفع باتجاه تسريع الامور لاختيار حكومه مدنيه. ده طبعا توماس فريدمان ده كاتب مشهور وله كلمة وله رأي، يعني أيديولوجية. يعني أنا معلش سيادة العميد، أنا عايز أخد رأيك في بعض الأقوال اللي اتقالت من مؤيدي الرئيس المعزول. اتفضل. العريان للسيسي: تهديدك لن يمنع الملايين من الحشد المستمر. عبد الرحمن يوسف: أدعو لإلغاء مسيرات الجمعة المقبلة لأنها خطر على بقاء الدولة. البلتاجي: دعوة السيسي للنزول اليوم الجمعة تفويض بالقتل. تحالف دعم الشرعية يعتبر دعوة السيسي إعلان حرب أهلية. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ وحضرتك أكيد طبعا سمعت معانا وشفت خطاب الفريق الأول عبد الفتاح السيسي مع هذه الأقوال. مش معقول يتساب الشعب اللي نازل يقول رأيه لمجموعات مسلحة تنزل تقتله. تمام. فهو النهارده عايز ينفرد بالميدان، ان المجموعات اللي عنده على قد ما يقدر يجمع تنزل يقول ان احنا عايزين شرعيه او النظام اللي الشعب اصلا مش عايزه. تمام. فعلشان كده نزول الجيش او نزول الشعب بمعنى اصح في الميادين هيمنعه من ان هو يحقق الهدف بتاعه. هو الهدف بتاعه عايز يظهر قدام العالم الخارجي، ويمكن دي ظهرت في اليوفط اللي بيحطوها بلغات اجنبيه. إذا كان هو نازل يخاطب الشعب المصري فهو مش محتاج إنه يحط يافطة لغة أجنبية، بلغة أجنبية. هو بيوصل رسالة لبره. هو لازال مصمم حالة انفصام عن الواقع، عايش وهم، عالم افتراضي، عايش في عالم افتراضي وشاطح بيه خياله قوي. 30 يونيو الناس اللي نزلت أنا كنت معاهم، وكنت بسمع من الشباب وبسمع من الناس الموجودين. كل واحد كان نازل من نفسه، ما حدش كان نازل لا مأجور ولا مدفوع من حزب. طبعا طبعا. حتى كان يومها الشعار اللي ماشي بين الناس ما فيش لا حزب ولا كتلة في مصر. احنا عشنا فترة السنة بتاعت حكم الرئيس السابق بنسمع كلام ما يتنفذ، بنشوف إجراءات غير واقعية ولا تمت لإنشاء دولة بأي حال من الأحوال. تعيين ناس لمجرد إن هم من الأهل والعشيرة بيتعينوا في مناصب ما لهمش فيه. نعم، اللي هم أهل الثقة. أهل الثقة. وهي دي نفس المشكلة اللي احنا كنا عايشينها قبل كده، ان المعارف واهل الثقة هم اللي بيتولوا المناصب بغض النظر عن الكفاءات بتاعتهم. ده يضر بيهم ويضر بالبلد. لا بس انا بدون قطع كلام حضرتك، النظام السابق اللي هو الاسبق ليس السابق، او نظام مبارك، كان هناك ناس كفاءات، بس السيئة تعم. كانت الفرق ان في نظام مبارك كان بيختار اللي عارفهم، بس فعلا زي ما حضرتك بتقولي كان بيختار ناس كفاءات في معظم الاحوال. في معظم الاحوال. لكن في النظام السابق فعلا دلوقتي ما كانش فيه كفاءات. مفيش كفاءات. يعني حتى في حوار مع واحد من الاخوان، لان انا نشط على النت وفي ليا حوارات وليا مداخلات، فبيكلمني بيقول لي ان منهم لله المستشارين هم اللي ضيعوا الرئيس مرسي. فكان الرد بمنتهى البساطه: مين اختار المستشارين؟ واذا رجل فشل في انه يختار المستشارين بتوعه، اثق فيه ازاي انه يدير دوله؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، كان في شكوى واضحه جدا للناس كلها من المستشارين اللي لا حد بياخد رايهم في حاجه ولا بيعملوا حاجه، لدرجه ان كتير منهم استقال من قبل 30 يونيو ومن قبل ما يظهر موضوع 30 يونيو. تمام. كانوا بيستقيلوا واحد ورا الثاني. تمام. فايه النهارده دايما احنا بندور على شماعه نعلق عليها الاخطاء. قد يكون الاخوان المسلمين تعرضوا لظلم في وقت من الاوقات، لكن شعب مصر ملوش ذنب. طبعا هم جم بيدفعوا الشعب المصري ثمن الظلم اللي وقع عليهم، تصفية حسابات كما يقال، وبيصفوا حساباتهم. طب سيادة العميد، ما يحدث في محافظات مصر الآن المختلفة من اشتباكات، حتى في محافظات لم يكن معهود عليها العنف مثل دمياط
والاشتباكات. دمياط دي كانت بلد كلها خلية نحل كما يقال، وكل ما كان يعني يشغل بالهم هو الرزق. فكان النهارده كان في اشتباكات، ودائما الوضع ملتهب في جميع محافظات مصر. هل تعتقد ان هذا عنف ام ارهاب منظم كما يقال؟ دي محاولة